لو سألت يهوديا يعني عن موسى لا أثنى على موسى، ومن هم أحب الناس إلى موسى لقال أصحاب موسى. لو سألت يعني يهوديا عن موسى لا أثنى عليه، وعن أفضل أصحاب موسى قال الذين معه. لو سألت نصرانيا عن عيسى لا أثنى عليه. من هم أفضل أصحاب عيسى؟ قال الحواريون. نحن يطعنون هؤلاء الروافض الأشرار الخبثاء في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم شرار الناس؟ هم صحابته رضوان الله تعالى عليهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. أقولها دائما، تسميتهم بالشيعة ليست بصحيحة. هم الروافض الخبثاء، الروافض الجعفرية الاثنى عشرية، ليسوا بالشيعة. الشيعة هم الأتباع وهم الأنصار، فهل هؤلاء أتباع للإسلام أو أنصار للإسلام؟ أي خير يرجى في هؤلاء؟ وأحدهم يقول على المنبر لعنة الله على أبي بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على عائشة، ولعنة الله على حفصة، ولعنة الله على الصحابة إلا 5. يعني دولة الإسلام لم تقم إلا على 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مجرمون، والذي يريد أن يدافع عنهم نعم هذا منهم. هؤلاء يقولون في مصادرهم ونحفظها، وعندنا ردود عليهم بفضل من الله عز وجل. نحن لا نخشاهم، نحن سنموت بقدرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالعين. إذا سنموت بقضاء الله وقدره، ولكن ما هو الأفضل؟ أن تموت وأنت تدافع عن الجيل الأول، عن سلف هذه الأمة، عن الذين أمرنا الله عز وجل بالاستغفار لهم والدعاء لهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما حصل وما شجر بين الصحابة كما قال الأئمة وعلماء الحديث: فتن عصم الله منها سيوفنا فنعصم عنها ألسنتنا ونكف ألسنتنا عن إذاية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شهد لهم بالخير: يا خير الناس قرني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس خير؟ قال: أنا والذين معي. والمعية هنا بمعنى المصاحبة، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر، وكأنه رفض من بقي. والحديث الصحيح أيضا حديث أنس، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حينما خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، وخالد بن الوليد من المتأخرين في الإسلام، وعبد الرحمن بن عوف من المتقدمين، غضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، ويقصد بذلك خالد رضي الله تعالى عنه، ولكن كان من منهجه أنه لا يسمي. ويقول: والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويأتي هؤلاء الذين لا يحسنون حتى معرفة نواقض الوضوء ولا حتى كيف يتوضؤون، ويقول: كنت ضالا فاهتديت. أين كنت ضالا؟ كنت ضالا، نفرض كنت عاصيا، والمعصية أخف من الشرك فصرت مشركا. الذي يصير يعني على دين الروافض أي دين عنده؟ فهل يرضى أحد منا اليوم أن يسمع السب في أمه؟ هل ترضى أن يأتي رجل ويقول: لعنة الله على أمك التي أنجبتك؟ فكيف نرضى نحن اليوم بسماع السب في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، نعم، الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، والتي جاء جبريل بصورتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة خضراء وقال: هذه زوجتك في الجنة. حينما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها ولها مكان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، كلم الناس أن يهدوا لك في غير نوبة عائشة. فقال: أتحبينني يا فاطمة؟ قالت: نعم يا أبي. قال: أحبي هذه. وزوجاته أمهات المؤمنين. هذا القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم أهل البيت؟ هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع إلى كلام الأئمة. أما يأتي أحد يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، رغم أنوفكم ورغم أنكم تقولون آل محمد ولا تقولوا على آله وصحبه، فأنتم تصلون على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا بحاجة إلى دعائكم، لأن أصلا هذا دعاء من المشرك. والدعاء له شروط استجابة الدعاء ينبغي علينا أن نتعلمها، وأدب الدعاء ينبغي أن نتعلمه، والأوقات التي يستحب فيها الدعاء والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ينبغي أن نتعلمها. أما هؤلاء دعهم يزبدون ويرعدون ويبرقون، وهناك لوبيات تدعمهم، وهذا ليس بخاف على أحد. ولكن مع كامل الأسف نحن ضحايا فضائيات، نحن ضحايا إعلام، نعم، ونتحمس. من قال لليهود لا إنهم الشيعة الروافض؟ من قال كذا إنهم الشيعة الروافض؟
هؤلاء لو كانت هذه حقيقة والله الذي لا إله غيره ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا لقلنا إنها حقيقة، ولكن هذا كله كذب في كذب، لأن أكذب قوم عرفه التاريخ هم الرافضة كما قال الشافعي رحمه الله. أكذب الناس الرافضة، ودار الضرب في الكوفة، يعني المكان الذي يصنع فيه الكذب. أما الإنسان يقول أنا خليك مفضي مسالي مع المعاصي ولا تسال، وقل لا إله إلا الله، أسير مع بعض الناس اللي قال تنفعه لا إله إلا الله كما في حديث زفر. أما أن تكون من أهل المعاصي وتقول كنت ضالا ثم اهتديت، أي هداية هذه؟ لتسب في الرعيل الأول، لتزعم هذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو محرف، ويكذبون ظلما وزورا ويقولون بأن الوحي لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ ينزل على فاطمة رضي الله تعالى عنها. الإخوة ملي يكونوا كيهضروا هذا الشيء خصنا يكون عندنا العقل. حنا 23 سنة والوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة شحال عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 شهور نزل عليها الثلثين اللي الثلث نزلت في 23 عام، والثلثين اللي عندهم نزلت على فاطمة في 6 شهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب بعدما روج المنافقون قالوا يا علي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد ومعه أصحابه وتركك يعني أميرا على الضعفاء وعلى النساء وعلى الثكالى وعلى المرضى. نعم استصغرك يا علي. فلحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد أن أخرج معك. والقوم قالوا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ويجي هذا يقول لك وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. طيب أين الدليل على أن الوحي كان ينزل على فاطمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت. هؤلاء مجانين لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، ولكن أي خير وأي دعوة يرجى منهم هؤلاء، وأي خير يرجى منهم، وأصل دعوتهم والذي أنشأ دعوة الرفض وحركة الرفض هو عبد الله بن السبأ اليهودي من يهود صنعاء. ماذا ترجو من دعوة مؤسسها يهودي؟ وهذا الكلام ليس من عندياتنا إطلاقا ولا من جيوبنا ولا نقمة ولا حسدا أبدا، وإنما من كتاباتهم ومن أئمتهم أئمة الضلال. والإنسان اليوم يعجز أن يقول كلمة الحق، ونقول الذي لا يستطيع أن يقول كلمة الحق كف عنا فقط بأن تصمت. أما المثبطون ما أكثرهم، لماذا يقولون كذا؟ والأمة بحاجة إلى لم الشعث وجمع الشمل واتحاد الصفوف لمواجهة العدو المشترك، ونحن متمزقين متطاحنين متحاربين، السني يأكل الشيعي والشيعي يأكل السني، وهكذا دواليك وكذا وكذا. يا أخي دعونا من الكلام ومن الهرطقة ومن الإنشاء، لا تقارب بيننا وبينهم، لأن الخلاف بيننا وبينهم في أصول الدين، وهؤلاء لا خير فيهم. يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تقول عائشة أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم ولعنهم. وبعض الناس عجيب يعني يغضب إذا تكلم يعني في شيعي أو في رافضي أو في كذا، ولا ينبس ببنت شفاه ولن يرف له جفن إذا سبوا أبا بكر أو عمر أو عائشة أو رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عن الجميع. الكلام يطول. هذه هزيمة عند هؤلاء الناس، وعليهم أن يتوكلوا على الله ولا يعيشوا على الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.